كان الكل متأكد إن فيها تسلل. المدافعين وقفوا أول ما شافوا الحكم المساعد رافع الراية، لكن فرناندو أريستيجيتا ما لمس الكورة، وقف بعيد عن الهجمة وخلاها تعدي بذكاء. احنا في الدقيقة 94 رين يضغط بقوة عشان يعادل الهجمة من النص عند مدخل منطقة نانت، لكن الدفاع يبعد الكورة وتوصل عند لوكاس دو، يرفع راسه ويرسل تمريرة طويلة باتجاه أريستيجيتا، واللي كان واضح إنه في موقف تسلل. دفاع رين يوقف فورا مقتنعين إن الحكم بيصفر. المساعد فعلا رافع الراية، لكنهم نسوا قاعدة مهمة: القرار النهائي دايم بيد الحكم الرئيسي، وهو خلى اللعب يستمر. بعض اللاعبين حتى بدأوا يمشون، غلط كبير، لأن دو اللي كمل اللقطة رجع أخذ الكورة. فهم شيء أساسي: طول ما الحكم ما صفر اللعب مستمر. يتقدم لحالة قدام دفاع شبه واقف، الحارس يطلع متأخر ودو يسدد تسديدة رائعة بلفة وتسكن الشباك. تصير النتيجة 3-1 لنانت. في هذه الليلة رين وقفوا يلعبون بدري، أما نانت لعبوا لين آخر صافرة.